تفضل سي أحمد، أعطينا كلمة حول هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد عيادون السيد أحمد رئيس جمعية شباب متطوع لحماية البيئة. اليوم كان هذا اللقاء مع الجمعيات وخاصة الجمعيات المهتمة بالشأن البيئي أو الباتريموان إيستوريك لولاية سيدي بلعباس، وهذا لتقديم مشروع يسمى سيدي بلعباس آفاق 2050. وهذا المشروع فيه توجيهات من جانب العمراني ومن جانب الإيكولوجي لبلدية والبلديات المجاورة محاذية لبلدية سيدي بلعباس، بحيث كانت هناك اقتراحات لتوجيهية للمخطط العمراني حتى يتسنى لنا إنشاء مدينة أو ولاية ب7 بلديات إيكولوجية بامتياز، ونستعمل فيها الطاقات المتجددة واحترام قوانين العمران، وخاصة بما يخص الأراضي الفلاحية، واقتراحات تخص أيضا لو بلان دو سيركولاسيون، التسيير العقلاني للنفايات، وتقسيم العمران بمناطق إيكولوجية بامتياز إن شاء الله. كيف تشوفها أنت كمهتم بزاف بالمدينة سيدي بلعباس، مادام رانا نشوفوها كل العام، تعطي نظرة شاملة حول هذا احنا هذا المشروع هو مشروع تفكير مستقبليا أو مشروع استشرافي يهدف إلى التفكير في مدينة سيدي بلعباس والبلديات المجاورة، كيف سوف تكون هذه البلديات من الجانب العمراني والإيكولوجي في آفاق 2050. وإحنا هذا المشروع انطلق في عام 2015. مبدئيا كان مشروع سيدي بلعباس آفاق 2040، والسنة الفارطة قررنا بحيث المخطط العمراني أو التوسيع العمراني يكون لمدة 20 سنة، وحنايا قلنا باللي التفكير هذا يكون في آفاق 2050 بطريقة علمية، كيف يصبو لنا أن نكون شاركنا في بناء وتخطيط مدينة اللي نخلوها للأجيال الناشئة إن شاء الله. كاين مشاركين معك في هذا في هذا السياق أود أن أشكر جزيل الشكر للأستاذ بلعبدلي اللي أعطانا من وقته ومن الجهد تاعه من العلم تاعه، أعطى بزاف في هذا المشروع، وعمره ما رفض الحضور أو المشاركة أو تقديم هذا المشروع وشرحه لجميع فئات المجتمع. ولهذا نحن كجمعية ممتنون له، و نكنون له كل احترام. عدة جمعيات، عدة مختصين، كل في مجاله، حاولنا عن طريق هذا المشروع بحيث نظمنا عدة ورشات. رانا حاليا في 2024 رانا براسك في 9 سنوات نظمنا عدة ورشات، اتصلنا بالسلطات آنذاك حتى السلطات حاليا بالمجالس المنتخبة والمديريات المعنية بهذا المشروع، كمديرية البيئة، مديرية التخطيط والعمران، مديرية الصحة، مديرية الري. دونك شاركنا براتيكمون الجميع، وكانت النتيجة أنه هذا المشروع فيه عدة أطراف من المجتمع المدني ومن المسؤولين حتى من المنتخبين اللي تمنوا هذه الأفكار
والمخططات التوجيهية لسيدي بالعباس آفاق 2050. شكرا.